شوش الولاني الصوت المبدع، شاعرك عن لازمه لما يتعدى، لعنزه يقف ويفخر ويتحدى، يدحم الشعار بالجنب الرهاوي. ابتدى الهجس وقال الشعر هيا لاجل عين الوايلي طلق المحيا، هاضت الابيات والدعوه حميه كانه يلبي على صوت العزاوي. عنزه قبل لها تاريخياتي من زمان. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاه والسلام على نبينا الهادي المصطفى صلاه دائمه الى يوم الدين. نبينا الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحضور الكريم، أبناء قبيلة عنزة، نحيي هذه الوجوه الطيبة في هذه الليلة الغراء بتحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم ألف مرحب، حللتم أهلا ورضأتم سهلا. خير البدايات آيات عطرات تشرف الأسماع، يقرأها عليكم صلاح بن عبيد البدعاني. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. حفلنا الكريم رتب الله تعالى على صلة الأرحام أجورا عظيمة ومكاسب كبيرة في الدنيا والآخرة، فالقيام بحقوق الأقارب من أعظم ما يقرب إلى الله تعالى ويوصل إلى رحمته وفضله وواسع منه وكرمه. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وآتي ذي القربى حقه. جمعنا مبارك أبناء قبيلة عنزة، فالتحام القبيلة واجتماعاتها دليل على طهارة القلوب من الحقد والحسد والغل والشحناء، فالمسلم الحق هو الذي طهر ظاهره وباطنه، فطهارة الظاهر تكون بالبسمة والسلام وتكبير الكبار والعفو على الصغار، وطهارة الباطن تكون بإتمام المودة والصبر وحب الخير للأقارب والدعاء لهم بظهر الغيب. الآن مع المشاركة الشعرية مع الشاعر المبدع محمد بن سعيد مليح البدعاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، الحضور الكريم، أحييكم بتحية الإسلام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ويشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء إدارة ملتقى قبيلة النجف في مدينة الجبيل أن أتقدم لكم جميعا بأسمى آيات التوحيد والعقاب، وأقول لكم حييتم أهلا ووضعتم سهلا، فأنتم أهل الكرم والفضل في حضوركم ومشاركتكم لنا في هذا الملتقى ودعمكم لنا، والذي هو لكم وبكم. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون اجتماعنا هذا على الخير والفضل. الأمور الكريمة، سعينا جميعا نحن إخوانكم في إدارة الملتقى بأن يكون هذا الملتقى ليس مجرد حدث عابر، بل سيكون إن شاء الله تجسيدا لروح الأخوة والتعاون بين أفراد القبيلة، وتعميق الصلات بيننا وتعزيز الأخوة التي نعتز بها. إن مثل هذه الاجتماعات هي مصدر فخر واعتزاز لنا، حيث نلتقي لنتشارك الفضل ونعزز روابطنا ونبني مستقبلنا معا. وفي مدينة جبيل الصناعية، هذه المدينة الأصلية التي تجمع بين التطور والنمو والأصالة والدعاء. لكن هي ليلة اليوم حاضرين. حضرت تقدير ووفاء للمناعير، عندي خبر بني يقدر اليقين. حضرت تقدير ووفاء للمناعير، عندي خبر اني يقدر اليقين. عند الرجال الطيبين المسافين علي على القمة لهم بالمفاصيل. حضرت مدون ستير المعاذير، الله يجملني على بنية البيت. في حفلكم وانتم ترى حفلكم غير، يمتلكين الحق بالطيب تثبيت. جمعة رجال المتاهة بالمخاسير، في ملتقاكم لعبة بالشعر سويت. جمعة رجال المتاهة بالمخاسير، في ملتقاكم لعبة بالشعر سويت. الله يجمعكم على الطيب والخير، يا أهل الجبيل الطيبين السناتين. نولاد وايد متعبين المشاوير، نولاد وايد مبعدين المشاوير. يوم انها صالة وجارة وتشتيت، هدوا وردوا بالسيوف المواتير. واليوم خير وتثبت الحق تثبيت، في ضيف سلمان الحزم غرة الطير. حنا على صوته ضربنا وغنيت، حبه ووفاء الحكام ندون تقصير. لو قيل لي وفيت ما قلت وفيت، شفت الجبيل وشفت شاطر فلاتين. شفت الجبال وشفت شاطر فلاتين، وشفت التطور يوم بعصير مريت. نهضة التطور فايقة كل تصوير، بالمملكة والبوعة وين ما جيت. الموت أرفع حريق على النجم ما يرفع الصوت والصوت الرد يمين أحجام مسوية. نبينا يونس ركع الخوف، ونبينا محمد النية هني. يا رابط الفعل ترى مدفوتك لطيف، لو هي مهما هي حنا قتيلة وفينا الإنس منحوت. نكلم الضيفاء وصبح العشية، ورحمكم يا رب في فقر وموت الدين والشرف فخر كله جديد. المشرف الذي يخص قبيلة عز المشرفة. هذا القصيدة للشاعر اخوي محمد عبد الله جعفر العريسي يقيها نيابة عنه.
عليكم زور. شاعر ونطلع بالتواصل والإعلام، وقصايدي ما هي علي في جيلة، اليوم تتكتب على رؤوس الأقلام، واليوم تحت مدح بعون القبيلة، ربعي بني واقف على يوم ترضام طريت سرقاه بقصة طويلة. ربعي بني واقف على يوم ترضام طريت سرقاه بقصة طويلة، عيال وايد اعترت مثل الاعلام، واللي يعاد عيال وايد هبيله، نكسب على خشمه ويا طب الكتاب ما في حاجه عندنا مستحيله. عيال وايد اعترت مثل الاعلام، واللي يعاد عيال وايد هبيله، نكسب على خشمه ويا طب الكتاب ما في حاجه عندنا مستحيله. صغيرنا للموت جسري قدام، يطلع دموع النوم ما في حيلة، وكسرى كسرناهم على مر الأعوام، وقطعنا عزة عظامة تشيلة. هي معركة قطار للموت قدام، نسمع زي رسول أصواتنا كل ليلة. هي معركة قطار للموت قدام، نسمع زي رسول أصواتنا كل ليلة. في معركة خزاز في قبر الإسلام، عدوهم مروح طبعه دليله، تشهد لنا شبه الجزيرة مع الشام، تشهد لنا ضربة سيوف الصقيلة، تشهد لنا شبه الجزيرة مع الشام، تشهد لنا ضربة سيوف الصقيلة. هذا صحيح ولا بهتزاز، هذا صحيح ولا هزاز وطلب له سراب كل يوم تخيله.
يمشي فوق الارض كنا الارض ارضه، محتمي بعزازي وكبر الحقاوي. وانت يا محمد ولد عيد المقدر، فعلكم بالطيب والفزعه تصدر، ما بكم من هو عن الوقفه تودر، سعد عين اللي لكم دايم مخاوي. جبتها من قوة عزمك يا الزنافي، وانت بالوقفات يا ابو عيد وافي، مثل شرك تباهى فيه قافي. يا عريب الساسي الحر النداوي، يا عريب الساسي الحر النداوي، لك بيوت الشعر يا محمد تسرد، تشبق اللي تنطلق فوق المدر. يا عسى مبروك القرن تخرج، انت من يزهلك البشت الحساوي. كل طيب من عربنا عارفينه، بالوفاء والخير حنا ذاكرين، كل